السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق عصري وفي نفس الوقت صحي. اليوم غادي نقدم لكم الحوت، يعني طبق ديال الحوت يعني بطريقه عصريه. انا استعملت هذا الحوت هذا، كنظن غادي تعرفوه، سامبير. المهم انا قطعت يعني خديت غير الفيلي، يعني خديت غير اللحم ديالو. مره اخرى ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش غتنقيوه. ولهذا الحوت هذه غادي ندير واحد الشرموله جد بسيطه. غادي نستعمل ليه الزعتر، يعني نتوما تقدروا تستعملوا الاعشاب المنسمه اللي كتبغيوها، وشويه ديال زيت الزيتون، ملح، ابزار، وغادي نضيف كمون، نسيت ما حطيته. وغادي نرافق بهذا الطبق هذا غادي ندير الخضره، يعني خضره مصوتيه في الزبده وزيت العود. انا هنا درت الخيزو يعني الجزر واللفت وفلفله روميه، ودرت الكورجيت اي القرع الاخضر. المهم انا غادي نبدا ندير الشرموله لهذا الحوت هذا. غادي ندير هذا، بسم الله. من الافضل انا غادي نشرمل هذا الحوت وغادي نخليه واحد المده ديال ربع ساعه تقريبا، يعني باش يعني باش ياخذ هذه الشرموله هذه وباش يشربها مزيان. نتوما يعني ماشي غير الا بغيتو تجيكم ديك النكهه زوينه في هذا الحوت غادي تخليوها، اما ماشي بالضروره، يعني ممكن. غادي نضيف الكمون. انا فضلت نخليه هكا بالجلده ديالو. نتوما انا فقط باش يعني يشد ليا راسو، حيت هو ملي كتبقى طيبي يعني كيتحل، يعني كيتفرتت. انا فضلت نخليه باش يشد ليا راسو ملي نكون كنطيب فيه. عفوا. وغادي ندير ليه الزعتر، نحك بحال هكا. غادي ندير الكميه الاخرى اللي بقات لي في الزعتر، وغادي ندير شويه ديال زيت العود. هاد الكميه اللي بقات غادي نخليها باش نطيب بها الحوت هذا. اذا انا غادي نخليه واحد المده ديال 10 دقائق هكاك باش ياخذ ليا الشرموله، باش يشرب ليا هاد الشرموله كامله. ومن بعد نتلاقاو ونوريكم كيفاش غادي نطيبوه. اذا انا هنايا درت الحوت كيطيب شويه ديال الزبده وزيت العود كما كتشوفوا معايا، وكنخليوه حتى كياخذ الطياب ديالو من التحت، وكنقلبوا على الجهه الاخرى كما كتشوفوا معايا. يعني ما كياخذش وقت بزاف الطياب، يعني تقريبا 10 ل 15 دقيقه هكاك، يعني كيكون حدا الطياب ديالو، حيت ما كياخذش الوقت بزاف. انا غادي نكمل الطياب ديال هذا الحوت هذا ونرجع نوريكم كيفاش غادي نخدمو في الطبق. اذا انا ملي طيبت الحوت ديالي غادي ناخذ هذا السيركل هذا. نتوما تقدروا ديروا اي واحد، انا ما عندي ما طالعش بزاف، دونك نتوما غادي تختاروا المول اللي بغيتوهم. انا غادي ندير هذه الخضره هذه، بسم الله. وانتم تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتوها. انا في هذه الخضره هذه درت ليها يعني الزعتر والملحه، كمون، ابزار، وصوتيتها بشويه زيت العود والزبده، يعني باش ندير المذاق يتجانس مع المذاق ديال الحوت. يعني حاولت ندير الزعتر لهاد الخضره، يعني باش نلقى داك المذاق اللي كاين في الحوت نلقاه في الخضره. وكما قلت لكم نتوما تقدروا ديروا الخضره، اولا تقدروا ديروا الروز، اولا تقدروا ديروا اي حاجه، يعني لكم اختيار. المهم هو انه يكون طبق صحي. انا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، وغادي ناخذ الحوت ديالي بهذه الطريقه اولا كما بغيتو نتوما. بسم الله. هانتوما الحوت كيفاش كيجي طري بزاف وكيجي زوين صراحه، مذاقه روعه. بسم الله. نحاول نحط وحده هكا وحده هكا، وانا كنت موجده هذا غير دنجال قطعته نصوصه بحال هكا، يعني باش يعطيني شكل، وصوتيت بشويه ديال الزبده.
باش يعطيني شكل ديال الوريده. انا غادي ندير 1 3 4 5 وغادي نحاول نجمعهم. غادي غير ندورهم هكا، عفوا خاصكم تحطوها في شي حاجه باش تقدروا تحكموا فيها، يعني باش تعطيكم هذا الشكل ديال الوريده. تقدروا تدوبليو يعني الوريدات هكا. بسم الله نحطوها هنايا. غادي ناخذ واحد يعني غير مايونيز تزيين، اولا تقدروا ديروا كيتشوب اولا المهم تخليوه هكا. غادي ندير واحد النقطه بحال هكا. كتحاولوا يعني تقادوه. انا غادي نقاد ليه جناب بحال هكا، يعني غير باش ما عفوا باش ما يعني باش يجيني مقاد في الشكل ديالو. تقدروا ديروا كيتشوب ومايونيز، يعني ديروا واحد نقيطه ديال المايونيز وديروا واحد النقيطه ديال الكيتشوب وتجروهم بحال هكا باش يعطيكم الشكل ديال القليب. اذا هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله نوال الاعجاب ديالكم. طاحت لي الخضره هنايا. المهم هذا هو الشكل ديالهم. طبق صحي وزوين وعصري، يعني فيه كاع يعني فيه كاع الحوايج اللي يعني كطبق كامل. ولا بغيتو تزيدوا يعني في الحوت كيطلق واحد لاصوص، يعني ملي كتكونوا طيبوا ولا بغيتو تزيدوا ديك لاصوص من الفوق تزيدوا. انا فقط يعني باش نوريكم غير الطبق كيفاش كيكون. ونتمنى ان شاء الله نيل الاعجاب ديالكم، والى الملتقى ان شاء الله.